السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين اللوحة الفنية اللي قدامكم دي؟ ده الكشري المصري على أصوله. ينافس المحلات وينافس يعني أكبر الشيفات، لأن بفضل الله أنا عاملاه من الألف للياء بأسرار وتركات. إن شاء الله أول مرة هتشوفيها معايا في الفيديو ده، من أول دقة الشطة والبصل المقرمش ودقة الخل والثوم والصلصة يعني بتاعة الكشري. بس بصراحة الصوصات والحاجات اللي هي يعني بنزين بيها الكشري والكلام ده كله أنا واخداها من طريقة أشهر المحلات. فتابع معايا الفيديو للآخر علشان خاطر ما يفوتكيش أي تركة من التركات. وأول حاجة خالص هتجيبي المواد اللي هي البقوليات يا جماعة، هنغسلها وهننقعها. العدس بجبة والحمص الشام، أنا دلوقتي بعد ما نقعته ساعتين حطيته في مية يغلي على النار، يغلي غلوة واحدة بس، أنا مش عايزة أكتر فيه، يا دوبك غلوة واحدة بس. وضيفاله نص معلقة كمون وشوية ملح. ويا ريت يا جماعة أي بقوليات نعملها لازم تتنكه بالمنكهات اللي أنا بقول لكم عليها دي، عشان خاطر الكمون بيمنع الانتفاخ والغازات. هنا بقى ده الحمص الشام نقعته 6 ساعات وغيرت له المية، وهنكه المية دي حطيت لها نص طماطمية يعني مكعبين كده، ونص بصلاية ونص قرن فلفل وشوية كمون وشوية كزبرة وشوية ملح. انا بنكه الحمص الشام لان انا الميه بتاعته هعمل بيها حاجه اساسيه في الكشري، مش هرميها، علشان كده بقولك تابعي معايا الفيديو للاخر. هنيجي بقى لاكتر حاجه بتكره الستات المصريين من عمل الكشري، وهي تقطيع البصل. لا، انا حليت لك المشكله دي بفضل الله. عارفه البتاع بتاع الشيبسي؟ هاتيها يا ست، امسكي البصله خلاص بقى نقشرها عادي واقسميها من النص، لان هو بيتقطع تقطيعه جوليان، اللي هو يا جماعه الحلقات اللي هي النص هلال دي اسمها جوليان، عشان الناس اللي مش عارفه المسميات بتاع تقطيع الخضار يعني. وانا هنا يعني هبشرها خلاص بالمبشره دي، شايفه؟ هنا بقى البصل ده لازم طبعا اتبله علشان يقرمش مني بشوية من الدقيق، وعليهم شوية كمون وشوية كزبرة. الدقيق هو اللي هيخليه يقرمش. اوعى تحطي نشا، النشا بيخليه ناشف جدا وملهوش اي طعم وماسخ كده. تمام. انا بحاول يعني اعمل له كفر من التتبيله اللي انا بقول لكم عليها دي، علشان خاطر لما اقلي. وانا طبعا عملت البصل تالت حاجه معانا، ليه؟ لان البصل ده انا هقول لكم هنعمل ايه بالزيت بتاعه دلوقتي. وزيت بقى كتري يعني وما يهمكيش غزير، حطيه يسخن قوي، وبعد كده انزلي فيه بقى بالبصل بتاعك. انا مكتره الزيت لان الزيت ده يا جماعه ليه هو عامل مهم في ان الصوصات بتاع الكشري تطلع زي بتاع بره بالظبط. انا اهو يعني بعد ما اتحمر شيليه بقى وصفيه، ما تحطوش على مناديل ولا على ورق، طلعيه في حاجه تكون يعني مصفى او حاجه يطلع لونه ذهبي كده. تالت حاجة معانا أو رابع حاجة، هسلق المكرونة. مية بتغلي على النار وفيها معلقة كبيرة زيت وشوية ملح. هنزل الأول بالمكرونة المقصوصة الصغيرة، وما تستخدميش نوع تاني غير المقصوصة. تمام، لأن احنا عايزين المعلقة بتاع الكشري تبقى متكافئة مع بعضيها، مفيش حاجة شاذة فيها. تمام. خدت دقيقتين معايا بتغلي على النار، هروح بقى نازلة بالمكرونة الأسباجيتي. والأسباجيتي بتاعي هنا يا جماعة يتقطع أو يتكسر على 3، لأن أنا زي ما قلت لكم احنا هناكله بالمعلقة، فمش عايزين بهدلة أو إنها تبقى حاجة شاذة علينا واحنا بناكله. تمام كده. انا ضفت المكرونه دي الاسباجيتي بعد المقصوصه بدقيقتين، هسيبهم بقى يغلوا على النار كده، وتحاولي تفرفطيها وتقلبيها علشان خاطر شايفه بقى المكرونه عامله ازاي ما شاء الله. ما نزليها بقى كده. تركة بقى تاني، التركة الرابعة أو الخامسة، أنا هاخد معايا من المية بتاع السلق دي زي كوباية، هاخد منها كوباية من مية السلق. اوعي تتهوري
تمسكي المكرونة وهوب على الحوض على طول، لأ، استني. ادي المكرونة شلت منها كوباية المية السلقة على جنب، وادي المكرونة بتاعتي شطفتها شطفة محترمة تحت الحنفية. هنكتفي بكده في المكرونة؟ لأ طبعا، انا قلتلك الفيديو مليان تريكات. حطيت معلقتين كبشة كده صغيرة، يعني او يعني قيمة 3 معالق من الزيت بتاع البصل، وهنمسك فيه المكرونة دي نقلبها في زيت البصل. تخيلي طعمها، انا اصلا ولادي يعني بياكلوها، هي بياكلوها كده. تعالي بقى دلوقتي هنعمل عجينة لدقة الكشري أو صلصة الكشري. العجينة دي عبارة عن، يعني هاتي راس توم كده محترمة ودقيها وانزلي عليها في الكبة بشوية كزبرة وشوية كمون، تمام كده. بعد كده هتروحي بقى جايبة قرنين فلفل أخضر حامي. يا جماعة متخافيش، هو مش بيأثر قوي، انا هقولك ازاي دلوقتي. وقطعيهم في الهون ده بقى، مفيش احسن من الهون بتاعنا. يعني متضايقه بقى وملكيش في جو الهون والكلام ده، عندك كبه يا ست الكل، اوكي شغاله مفيش مشاكل. انا هنا بقى هطحن العجينه دي، والعجينه دي انا هعمل منها حاجتين. اول حاجه دلوقتي جبت حله على النار وحطيت فيها شويه زيت من بتاع البصل. زيت البصل شغال معانا للآخر، عشان كده قلتلك كتري بقلب جامد. هنزل فيه بربع كمية التوم، تمام كده. قلبي بقى لحد ما لونها يشقر كده او يصفر فاتح. إيه، الصلصة دي يا جماعة هي دي سر المحلات فيها، انهم بيعملوها بالزيت بتاع البصل. بزيت البصل بيدي تسكيرة وطعم خطير قوي للصوصات يعني عامة. تمام كده خلاص، هي هتصفر معايا. انا بقى هطفيها بمعلقتين، هضيف بقى معلقتين من الخل. سيبي بقى الخل يعني يغلي غلوة كده مع التومة، وبعد كده انزلي بعصير طماطم مضروب في الخلاط. وهحط بقى الربع التاني او النص التاني من العجينة بتاع التوم هنا، بتدي بقى تست قوي. هنزل بقى بالسر بتاع صلصة المحلات يا جماعة، وهي كوباية سليق المكرونة اللي انا شلتها. ما تستغربيش، انا يعني عرفت السر ده من واحد يعني شغال في المحلات الكشري. عرفت بقى طبعا انه بيقول لنا الطماطم بتبقى غالية وكده، ويعني بنلفها بشوية من سليق المكرونة، وفعلا ما تفرقهاش عن بره. هنيجي بقى ونعمل خليط الرز. برضو معانا زيت البصل مستمر معانا، وهنزل بقى بكمية شعرية محترمة كده. انا عاملة 2 كيلو من الرز، فهحط لهم زي كيلو الا ربع كده من الشعرية. قلبي بقى الشعرية لحد ما تاخد لون ذهبي غامق، لان طبعا شعرية الكشري بتبقى اغمق من الشعرية اللي بنعملها العادية للرز العادي، عشان تظهر في وسط المكونات بتاعته. ايوه هو ده اللون اللي انا عايزاه، يعني تغمق حاجة بسيطة تاني كده. وهنزل عليها برز مغسول، وهقلب كله ده مع بعضيه. هنا بعد ما خلاص نزلت عليها بالرز المغسول وقلبت، قلبي حلو قوي علشان خاطر انا عايزاه يتفلفل. هنا بقى دي خليط توابل الكشري، عبارة عن كزبرة وكمون وملح وفلفل اسود وشوية مرقة دجاج كده. هنزل بقى بمكون برضو تركة تانية خالص اهي، شوية من البصل اللي احنا محمرينه، بتخلي الكشري طعمه جميل تحفة. وهحط نص كمية العدس بجب، عشان كده قلتلك يا ست الكل اغليه غلوة واحدة بس. يا ريت لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة، ويا ريت تدوا الفيديو حد حقه. يعني انا ماشية معاكم خطوة خطوة. هفضل بقى فلفلي كده في الخليط ده. شايفين مفلفل ازاي قبل ما اضيف له المية. انا خلي بالكم محتفظة بالنص التاني من العدس بجبة، تمام كده. هنزل بقى بكاتل مية مغلي او مية مغلية براحتك،
ويعني على الخليط ده، وكملت الباقي المية من الحنفية. ما تخافيش، مش هيعجن ولا هيحصل له اي حاجة. شايفين الصوص بتاعه او الشوربة بتاعته طعمها يعني ريحتها وشكلها يجنن. ما تخليش يعني حطي بقى معلقة زيت كده عادية يعني، او من بتاع البصل براحتك لو متاح عندك يعني، وسيبيه بقى يستوي زي الرز العادي خالص. شايفة الرز طالع ازاي؟ مفلفل، يعني الصورة بتتكلم عن نفسها، انا مش هبالغ. مفلفلة وكل حاجة مظبوطة. تعالي بقى علشان نعمل دقة الخل والثوم. فاكرين العجينة؟ انا خدت نصها في الصلصة. هاخد بقى دلوقتي اخر جزء منها معايا هنا لدقة الخل والثوم. طبعا احنا عارفين العجينة الثوم دي معمول فيها فلفل اخضر وكمون وكزبرة. هنزل عليها دلوقتي بقى بالخل. فاكرين المية اللي انا قلت لكم خلوها بتاع مية سلق اسمه ايه ده، الحمص الشام، هو ده ضفتها هنا. هحط الخليط ده كله على بعضيه، بتتعمل على البارد، بس في الحقيقة انا بحب اديها غلوة واحدة بس على النار. غلوة واحدة بس على النار كده، ريحة التوم تظهر لي مع الخل وتتعتق كده. اجيبها بقى واسيبها تبرد، وبعد ما بسيبها تبرد بروح بقى اعصرلها شوية ليمون. تعصري لها ليمونة بس طبعا بعد ما ترفعيها من على النار عشان الليمون ما يمررش معانا. واستني يا ستي، كل ما تسيبيش الفيديو لسه الاسرار بتاع الكشري ما خلصتش لحد كده. انا خلاص بقى يعني كده بعد ما عصرت عليها الليمون. تعالي بقى علشان نعمل دقة الشطة. اللي ما بيحبش دقة الشطة بقى في الكشري يعني فاتوا كتير بصراحة. هتجيبي شوية زيت برضو من بتاع البصل اللي احنا حمرنا فيه البصل، وهتحطي فيه شطة. بس بقى يا ريت لو انت عندك جيوب انفية زي حالتي كده او حاجة تحطي منديل على مراخينك عشان الريحة بتبقى قوية جدا. انا بقى يعني هخلي الزيت يسخن مع الشطة. يا ريت بقى ما تحطيش الزيت يسخن وتروحي نازله عليه بالشطه، علشان كده الشطه بتاعتك هتاخد لون منك بسرعه وهتتحرق وتمرر. اضافه بقى هنا بيعملوها بتاع المحلات، ما هنا قلتلك انها باسرار المحلات. خدت معلقتين كبار من الصلصه اللي احنا كنا عاملينها، ومعلقتين كبار من دقة الخل والثوم عليها. عرفتي ليه بقى مهما تعمليها في البيت ما بتطلعش زي بتاع بره؟ اعتقد بعد الفيديو ده محدش ليه حجة ويقول كشري بره احلى من كشري البيت. لا، هي بس صوصاتهم هم يعني بصراحة اللي بيعملوها مظبوطة، انما الرز بتاعنا والمكرونة بتاعتنا بيبقى اطعم واحلى بكتير. تمام. هاتي بقى اقولك سر العدس بجبة بتاع بره هو ليه بيبقى زي فيه تجييرة كده، او يعني يا جماعة لونه مبيض. اقولك ازاي. هتجيبي بقى طاسة، وده الجزء التاني اللي انا خليته من العدس بجبة، لو تفتكرين ان انا قلتلك ضفت نصه مع الرز. هاتي بقى طاسة وسخنيها على النار من غير أي مادة دهنية، وخلي حمري فيها العدس بجبة ده، وانزلي عليه برشة كمون ورشة ملح وقلبي فيه. بس كده؟ لا، مش بس كده. هنعمل بقى الخطوة اللي هم بيعملوها بمفرق كده او حاجة، بس انا بقى ايه عندي البتاع الهرسة يا جماعة اللي هي بتاع البطاطس دي. انزلي بقى اهرسي بيه كده وطبعيه وخليه يتفكك من بعضيه. هو ده السر بتاع العدس ابو جبة بتاع محلات الكشري. اعتقد انا وفيت وكفيت في موضوع الكشري ده، ما سبتش حاجة غير لما قلتلكوا عليها. فياريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو واديله حقه. آه، ادي اهو. انا على فكرة ممكن تعملي كمية وتشيليها عادي في التلاجة. شايفة عامل ازاي؟ زي بتاع بره بالظبط. تحطي بقى كده على وش الطبق لما تعملي يعني. شايفين بقى ما شاء الله الصلصة لفة وحمرة وتحفة وتجنن، من غير صلصة معلبة ولا الكلام الفاضي ده كله. شايفين بقى شايفة الحمص الشام طعمه خطير، والدقة بتاع الخل والثوم والبصل مقرمش ومحرمش وتحفة. شايفة مفيهوش نقطة زيت واحدة. وهنا دقة الشطة الخرافة. ومعايا طبعا الرز المفلفل والمكرونة،
وكده يعني الحمد لله تمت المهمة على بخير. امشي بس بنفس الخطوات والتركات اللي انا قلتلك عليها. يعني انا اسفة ان انا طولت عليكم الفيديو، بس ما كانش ينفع اسيب حاجة غير لما اقولها، علشان خاطر لو في ناس حابة تعملوا مشروع ولا حاجة ليها، ربنا يوسع رزق الجميع ان شاء الله، وبألف هنا وشفاء على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.